عدنا لحضراتكم والعود أحمد. منذ دقائق المنتخب المصري على المنتخب الإثيوبي بهدفين للاعبي الدوري الإنجليزي المصريين محمد صلاح ومرموش من ضربتي جزاء من علامة الجزاء. حسنا فعل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ليس لأنه فاز، ولكنه لأنه رفض أن يلعب مباراة ودية مع منتخب زامبيا الذي يدربه أحد الكيان الإسرائيلي الصهيوني المحتل. فحسنا فعل حسام حسن وحسنا فعل الاتحاد المصري لكرة القدم، لأننا سيذكر التاريخ دائما من ومن. أرحب بضيفي الذي أعتز به كثيرا، وعندما يكون معي في حلقة يعني في هناك بعض الأشخاص تشعر بالسعادة عندما تلتقي به، ليس لأنه جيلي فقط، وليس لأنه دمس الخلق، وليس لأنه فاهم، ولكن الأرواح جنود مجندة. معي ومعكم الكابتن أحمد رزق، كابتن لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب العسكري. أهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا دكتور خالد، ومتشكر جدا على الكلام الجميل اللي حضرتك هذا حقك يا صديقي. لا والله ده شرف ليا ان انا ابقى متواجد مع حضرتك يا فندم، هذا حقك، وانت ده بتنورنا وبتشرفنا. شرف ليا والله يا دكتور خالد، وانا يعني لما عرفت ان انا هكون موجود معاك بقيت في قمه السعاده ان انا هبقى متواجد معاك في قناتنا المحترمه يعني. ربنا يخليك يا كابتن احمد. وانا لسه بقول لهم اصل احنا جيل واحد فالاجيال دايما بتحن لبعض زي الدفعات اللي في الجيش والشرطه. الجيل الواحد بيبقى لان احنا كلنا او جيلنا عاش نفس الاحداث، عاشنا، فاللغه ما بتحسش. اللي اكبر منك بيقعد يقول لك اصل انت ما شفتش، واللي اصغر منك بعيد. فعشان كده في تعليقك على المباراه التي انتهت منذ دقائق. يعني الحمد لله طبعا احنا بنبارك لمنتخبنا المصري الفوز النهارده وتصدروا المجموعه كما هو وبفارق ال5 نقاط مع بوركينا فاسو، وده يخلي ان شاء الله لقاء الثلاثاء ان شاء الله يكون حاسم لينا، ويا رب ننتصر ونفوز على بوركينا في ملعبهم ونصعد مباشره لكاس العالم. انما في حاله التعادل او لا قدر الله حصل اي حاجه غير المكسب، هنستنى ونأجل الاحتفال بالصعود لمباراة اللي بعد كده تبقى مع جيبوتي وتكون في استاد القاهرة، ويكون احتفالية كبيرة لو ما احتفلناش يوم الثلاث. انما طبعا بنهني الكابتن حسام ومنتخبنا بالفوز، ولكن طبعا الاداء هنتكلم في الاداء مع بعض، هنتكلم وهنعيش، انما بنبارك لهم على الفوز اكيد يعني. انا يمكن كمان حسام وابراهيم هم مواليد شهر 8، هم اكبر مني بايام او بكده. أنا من أسعد الناس لنجاحات حسام طبعا. ليس فقط لأنه مدير منتخب، لا، لأنه حسام وإبراهيم مع احتفاظنا بالألقاب جاهدا تاريخهم جدا جدا جدا، لازم يعني يوصلوا للمرحلة دي بجد. وبلتمس لهم بعض الأعذار في بعض التصرفات، وما بقدرش أدافع عنهم في بعض التصرفات، ولكن هم باكج حاجة في تاريخ الكرة المصرية. حسام وإبراهيم حاجة بعدينا، هيجي ناس بعدينا وهيقولوا كان في 2 توأم لعبوا في الأهلي والزمالك والمنتخب وكده، لكن هيجي ناس انت لعبت معاهم. طبعا لعبت معاهم، وكنت معاهم في معسكر الاعداد اللي اتكلمت مع حضرتك فيه قبل كده مع مستر فايتسا في المانيا فعلا. كان حسام وابراهيم كانوا هم الجيل اللي فوقينا. ومع ذلك انا كنت بطلع من فرقتي انا ومحمد عبد الجليل، دايما كنا بنلعب معاهم حتى في مباريات الدوري واحنا وهم في الناشئين. عبد الجليل ده طبعا كان حته لاعب، وما خدش حقه لان هو اهمل في حق نفسه. عبد الجليل انما كان نجم كبير. عبد الجليل ده حاجه، أنا مش عايز أحط عبد الجليل في مقارنة مع ناس ليهم موهبته لكن ضيعوها تماما، زي إبراهيم سعيد وزي إبراهيم المصري وزي محمد.
كانت في كده في لا كانوا لعيبه كبيره الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي محمد طبعا. صبري طبعا محمد صبري نجم كبير. ده محمد حاجه، صبري دول الناس طبعا. دي جامده جدا طبعا جامده. انا ليه كمان؟ لان انا عارفهم. فعبد الجليل من الناس اللي لعب تحب تقيل. تتفرج عليه كمان. انا بس كنت بستمتع لما لعيب اشوف الكوره في هايل رجله. بصراحه. شوف وعلي ماهر، علي ماهر كنت احب، بس عبد الجليل كانت حاجه كده، يعني حاجه من بتاعه زمان. ميكس من سقراط بتاع البرازيل. كله هو كان مشكلته انه صاحب الملعب، لو مزاجه مش حلو مش هتاخد من عبد الجليل. هو طبعا عبد الجليل كان من احسن اللاعبين في جيلنا طبعا. لا جيلنا كمان يا دكتور كان في عمرو انور زي ما قبل كده. عمرو انور كان الكابتن انور سلامه. الخطيب انور سلامه كان عمرو انور ويتحط الفريق. فعلا دي حقيقه. عمرو كان من الهدافين المميزين في الناشئين، بس للاسف ما خدش حقه لما طلع فوق يا دكتور. ما لعبش في مركزه لان كان بيلعب في فرقتنا راس حربه. كان هداف ومتميز، حتى احنا كنا مسمينه بيبو الصغير. بس كان هيلعب راس حربه على مين؟ ما هو للاسف لما طلع لعب في مركز 6 في الوقت ده، الهاف ديفندر. فما اداش كل امكانيات عمرو اللي كان خالص. مش بتاعته. انما برضه هو تميز فيها وتالق فيها. انما ومدرب شاطر عمرو جدا. مدرب شاطر قوي. طنطا قبل كده وكان بينافس مع السعودي الدوري وعمرو كمان طلع اجيال من الناشئين، هو وعادل عبد الرحمن وبدر راجع. وعمرو اكتر. عمرو وعادل وبدر. 3 بس عمرو كان اكتر واحد. اكتر لان هو كان عامل جيل كويس. انا كنت عارف انه كان ماسك فرقه 97 في الاهلي. عمل شغل بيها جدا. وخد بيهم بطوله الجمهوريه وصعد منهم بعض اللاعبين. انا ما اعرفش هو فين دلوقتي. هو بقى له وعمرو كان اخر حاجه السنه اللي فاتت كان ماسك الاتصالات اللي هي وكان منافس عليهم في الدور الاولاني، كان متصدر مع المقاولين. ولكن للاسف احيانا الادارات يا دكتور خالد ما تبقاش عايزه النجاحات بالطريقه اللي الجهاز الفني شايفها. لا بيبقى طالبين حاجات اكتر من كده. فعمرو للاسف ما قدرش يكمل في سل بعض الظروف لان هو قاعد دلوقتي. وعمرو قاعد، بس هيجي له حاجات. بس عشان عمرو عارف يا دكتور معهوش وكيل. عمرو بيروح بمجهوده هو. وكيله ربنا ونعم بالله. وهو بيقول بيروح بمجهوده هو. بيروح وانا ما بروحش وانا معايا. دي طبيعه شخصيه. هو جهاز معاه جهاز قوي يعني. كابتن حماده يونس معاه، وكابتن علاء حسب الله من جيلنا كان لعيب في الترسانه وفي القناه. طبعا ده لاعب قناه ولعب فهم يعني هو جهاز فني بيتحرك مع بعض. وهم من الناس اللي وقفت جنبي في مرضي ومحنتي. فانا بشكرهم طبعا خلال برنامج على الهوا يعني. مباراه اليوم برؤيه لاعب في نادي اهلي ونادي زمالك ومنتخب، وانت لاعب في جيلك كان ليك اسمك. واللي بقول للساده المشاهدين كمان، اللي ما شافش احمد رزق في الناشئين فاتوا كتير، لانه كان في الناشئين مكسر الدنيا. دي حقيقه انا شفته في التتش، وشفته في استاد حلمي زموره، وشفته في اكتر من مره، لان كنا الفتره دي كلنا عزاب وفاضيين فبنروح نتفرج. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. الشرف ليا. لا الشرف لينا. قول لي بقى النهارده المباراه ما لفت نظرك؟ كله. انا يمكن من الناس اللي ما بحبش انظر، لكن بحب اقول ايه النهارده لو قلنا مباراه اليوم اللي فزنا بيها. تمام. ما قبل المباراه قلنا اوقات كتير، قلنا كلام كتير. المباراه النهارده مين كان من وجهه نظرك عالي، ومين لسه عليه علامه استفهام، ومين بتقول له خد بالك لان المنتخب مش هيفضل محجوز لك وانت بنفس المستوى ده؟ طبعا دكتور احنا في زي ما بنقول في لغه الكوره في مباريات تكسب ولا تلعب. احنا النهارده كابتن حسام طبق النظريه دي ان انا محتاج ال3 نقاط اهم من اي حاجه واهم من اي مستوى في المباراه. انما زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي في بعض الملاحظات على بعض اللاعبين، لان انت لما بتاخد فرصه في منتخب مصر لازم تثبت نفسك وتكون قد تيشيرت منتخب مصر. على سبيل المثال انا كنت متوقع ان كابتن حسام يبدا بمصطفى محمد نظرا للمردود اللي بيقدمه مع الفريق الفرنسي. ده خد الشهر اللي ده كان افضل لاعب. ولسه كسبان وفي الدوري الفرنسي وجايب هدف. هو عامل مع نانت شغل كويس. فانا كنت متوقع ان كابتن حسام ممكن يبدا بيه، بس فوجئنا بيبدا باسامه فيصل. واسامه فيصل النهارده ما كانش على مستوى اللي احنا شفناه مع البنك في الدوري المصري يعني. كان اكتر من مره بدا باسامه فيصل، واكتر من مره كان اسامه فيصل بيبقى حلقه الوصل بين صلاح وبين مرموش، وبيبقى فيصل في وسطهم. وبالرغم ان الكابتن حسام كان توجه ليه كان اكتر. انا فاكر كانت مباراه ايه اللي توجه وقالوا له انت بتلاعب اسامه بدل مصطفى محمد ومصطفى عالي فعلا. يعني مصطفى اليومين ده عالي. ولكن انت عارف المدير الفني، وانت راجل اشتغلت مدير فني، لا يوجد مدير فني في الدنيا الا وعايز يكسب. اكيد طبعا. فبالتاكيد ليه رؤيته.
طبعا هو ليه رؤيته، بس احنا برضه في المجال يا دكتور ولينا نظره وبنقيم اللاعب. بصراحه يعني انا مش فاهمها. اه يعني انا عن نفسي، يعني انا حاولت، انا يعني بفهم كوره شويه لا يعني. طبعا ده انت كابتننا يعني. لا ربنا يخليك، بفهم كوره شويه، انا مش فاهمها. اه وانا يعني برضو يعني ما فهمتش البدايه دي. كابتن حسام طبعا نجم كبير، وبعدين ده مركزه راس حربه، ويمكن الافضل كان يبدا بمصطفى محمد زي ما بدات بعمر مرموش ونجمنا الكبير محمد صلاح. كان يبقى الثلاثي المحترفين الكبار يبداوا في كل واحد في مركزه. انما عدم بدايتك يا كابتن حسام، وكابتن حسام زي ما حضرتك انا بحبه جدا طبعا وبتمنى له التوفيق، وان شاء الله يصعد كاس عالم ويبقى حاجه تاريخيه ليه، يبقى لاعب كاس عالم وبقى مدرب في كاس عالم. كان نفسي يبدا بمصطفى محمد، يمكن حتى ال10 دقائق اللي نزلوا مع دكتور مصطفى محمد كان ليه تاثير اكتر من ال80 دقيقه اللي لعبهم اسامه فيصل في المباراه. فهي ملاحظات، يمكن في مش عايز اقول في خلاف بين حسام ومصطفى، بس هي وجهه نظر مدير فني ولازم نحترمها. انما احنا بتوع كوره ومتابعين الدوريات، كنت اتمنى ان مصطفى يبدا. يمكن مثلا هو ما رضيش يبدا بيه النهارده، يمكن مأجل وجوده للمباراه بتاعت الثلاث، لان الثلاث انت محتاج تحسم المباراه من البدايه، فيبقى محتاج فروت قوي، ومفيش اقوى من مصطفى محمد حاليا في ما هي لو في بنفس مرتبط. المنطق بتاعك كان من باب اولى اقول على مرموش وعلى صلاح. ده كلام مظبوط طبعا اللي حضرتك تذكره، بس انا بتكلم تحديدا مصطفى محمد، لان عمر مرموش ومحمد صلاح نجمين كبار بيلعبوا في اكبر دوري في العالم ومتالقين هما الاثنين، وبالذات نجمنا محمد صلاح، وان شاء الله ياخد الكره الذهبيه السنه دي مع صعود منتخب لكاس العالم. انما انا ملاحظتي زي ما بقول لحضرتك هي عدم البدايه بمصطفى محمد، واتمنى من الكابتن حسام وهو طبعا زميل ملعب وصديق عزيز ان هو يبدا بمصطفى في مباراه بوركينا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. واكيد يمكن النهارده حتى التكتيك يا دكتور، انا كابتن حسام لعب 4-3-3، لعب حمدي فتحي بس هاف مركز 6، ولعب لعب زيزو ولعب تريزيجيه يمين وشمال. فانا اتوقع ان هو يبدا بمهند لاشين وحمدي كاثنين هافات ديفندر في المباراه القادمه. لان انت لازم تامن دفاعاتي طبعا، والعب على ده الهجمه منها من المرتده وسط ملعب تمام كده، عشان طبعا ما عشان حضرتك لعبت كوره وبتعرف كوره كويس، فانت بتحلل الكلام لازم بالمنطق دوت فعلا. بس دي حقيقة. انا لازم اقول ايه، لازم اقول ان المباراه الجايه مباراه نخلص بيها بقى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله. وبوركينا فريق محترم جدا، والنهارده كسبان جيبوتي 5-0. ده مش كده كمان بس بوركينا جت من، عارف انت لما بيجي القادمون من الخلف، فعلا دي حقيقة. بقالها كام سنه قادمه. بوركينا 98 اول مره لما خدناها هناك كانت الناس بتسمع عنها، لسه كانت اول مره فعلا. لسه. النهارده بوركينا قوه من القوى الكبيره فعلا، وطالعه بهدوء كده. والمباراه بعد 5 ايام، يعني انت النهارده كام يوم وتنجز خلاص. انت نفسنا طبعا نخلص هناك ان شاء الله ونخلص البطوله ان شاء الله، عشان جيبوتي انا يعني مش عايز، برغم ان هي احنا مش عايزين نعمل ضغط على اللاعبين، ولكن شيء جميل ان انت تحتفل باستاد القاهره مع جيبوتي بدل لما بتلعب وعليك ستريس. تمام. فهي دي انا شايفك كاتب حاجات كتيره جدا. ايه هي بقى؟ اصل انا دايما بحب اغش من ضيوفي. لا ده طبعا انا لما بقعد مع حضرتك يا دكتور خالد وحضرتك قامه كبيره، طبعا لازم يبقى الواحد مش عايز اقول مذاكر، لا يبقى انا يعني مجهز لاي سؤال حضرتك. لا ده انا عايزك انت بقى اللي تقول لي انت. انما انا بتكلم، انا النهارده بتكلم عن يعني مثلا محضر الدوري المصري، لو اتكلمنا في الدوري المصري هنتكلم فيه. طبعا انا هكلمك فيه بس من وجهه نظر اخرى. تمام. ماذا افاد الدوري المصري بعد الجولات الخمس في تجهيز لاعبي المنتخب غير المحترفين؟ يعني هو لما نشوف النهارده كام لاعب بدأ من الدوري المصري، هنقول حوالي 4، بداية من الشناوي، محمد هاني، تريزيجيه، وأسامة فيصل. مظبوط. يعني دولت المجموعة اللي بدأت من الدوري المصري ومعاهم خالد صبحي. إنما إيه الاستفادة؟ لا مش عايز أقول استفادة، لأن في عناصر كان ممكن تخش وما خدتش حقها. زي على سبيل المثال في لعيب اسمه علي فوزي، كان متألق مع إنبي فترات طويله وكان طبعا. كابتن انبي طبعا. وفي كل المباريات يا دكتور خالد بدنا نشوفه، سواء قدام الاهلي او الزمالك او قدام اي تيم، بيبقى لعيب متميز جدا. حتى هو دلوقتي في مودرن سبورت
من اللعيبه المؤثره جدا في مودرن سبورت، وما تمش اختياره ولا في المنتخب الاول ولا في المنتخب الثاني اللي يلعب البطوله العربيه. طب وانت شايف يعني الكابتن حلمي طولان، يعني اذا قلنا الكابتن حسام حسن لم يره أيوة. او راى ان هناك في مكانه من افضل. تمام. طب الكابتن حلمي طولان ده، حلمي طولان مع احتفاظنا بالالقاب كان بيسعى ان ياخد بعض اللاعبين، وبعض اللاعبين كمان بعضها فضل انه ما يروحش المنتخب الثاني. دي حقيقه فعلا، دي حقيقه فعلا. انما احنا بنتكلم كوجهه نظر الناس بتتفرج على كوره. طالما انا كابتن حسام عنده ميزه كويسه قوي، لما بينتقل لاعبين مميزين في الدوري المصري بيبقى لعيب على مستوى ثابت. فعلي فوزي في الحته دي زي عمر جابر برضو بقاله كام موسم متالق في ناحيه اليمين وبرضو ما بيضموش. محمد هاني احيانا بيبقى كويس واحيانا ما بيبقاش كويس، وفي علامات استفهام على محمد هاني وعلى مستواه. يعني مستواه مش ما فيهوش ثبات على طول. ده محمد ممكن يبقى في مباراه واحده خلال ال 90 دقيقه. الله ينور على حضرتك. في مباراه، لكن فعلا. محمد هاني بقاله يعني المباراه اللي تعادل فيها الاهلي، المباراه وحتى ده اللي عايز اقول لك ان محمد هاني في مباراه بيراميدز اللي اتغلب الاهلي كان افضل لاعب. ما هو بقول محمد هاني مستواه متقلب يعني. طب دي بتبقى من ايه يا كابتن؟ دي يعني مش عايز اقول هي خبرات بقى في الملعب. محمد خبرات كبيره. ده محمد دلوقتي احد كباتن النادي. هو كابتن النادي الاهلي. ده انا كمان بعد الشناوي. الشناوي على طول بعد محمد هاني هو معاه تريزيجيه. انما انا بتكلم على الحاله الفنيه داخل ارضيه الملعب ورد فعل الجمهور. احيانا يا دكتور بيخلي اللعيب يبقى على قد خبرات اللي مر بيها يبقى قلقان. لان النهارده محمد هاني وصل للجمهور ان احيانا الاخطاء بتاعته بتبقى بتاثر في نتيجه المباراه. مكانه عارف لو الاخطاء يا دكتور ما بتاثرش في نتيجه المباراه ممكن بتعدي. انما لما محمد بيعمل اخطاء ممكن الاهلي بيخسر، بيتعادل، بيخرج من بطوله. فدي بتتحط علامه استفهام لمحمد هاني، بتتحط في الحته بتاعته ان هو كان سبب في كذا. انما هو على مستوى لعيب هو لعيب جيد. انت عنده خبرات. ناسي جمهور الاهلي مع الكهرباء لما ضيع في كاس العالم مش السنه دي اللي قبلها، كانت مش كاس العالم، كانت بطوله نص القارات اللي هي ضربه الجزاء. ايوه اللي ما كانش هو ترتيبه وراح تقريبا شاط الكوره. ده هو بمجرد ما شاطها راحت وجه بعديها عمر كمال. انت خسرت بطوله من بعديها ما قعدتش في الاهلي. فعلا دي حقيقه. وفي ناس يعني بتبلع لها اي حاجه. ما هو ده يعني المبدا مش واحد. بس انا يعني بتكلم عن زي ما بقول لحضرتك على بعض اللعيبه اللي كانت تستحق الانضمام او تاخد فرصه. طالما انت كابتن حسام بتدي فرصه زي خالد صبحي لعيب كويس. جزار. وعمرو الجزار اول مره بينضم. فكان اولى ان واحد زي علي فوزي ده ادعمه وادخله لانه فعلا لعيب كويس. كان اولى ان عمر جابر يجي من فتره، لان عمر كان متميز مع الزمالك فترات كبيره قوي ومستواه ثابت، كان ياخد فرصه برده. بس هي بترجع برده زي ما بقول لحضرتك ممكن وجهات نظر الكابتن حسام، ممكن العمر السني بتاع اللاعبين متخطي ال 30 فهو عايز يقلل ممكن. فواخد احمد عيد من المصري البديل بتاع. احمد عامل شغل نهايه الموسم وبدايه الموسم. هو شغال يعني كويس مع المصري فعلا. لا وعارف المدير الفني للمصري عارف يشغله كويس. طبعا. لا وهو لعيب متميز حتى في عاملين هم مع المركز الاول. المركز الاول النهارده المصري. وبنتكلم اولا النهارده وانت بعد 5 جولات وانت في المركز الاول هو شيء ايجابي للغايه طبعا. ولكن على المدى بقى هنا هيقدر يحافظ ولا لا؟ هتقدر تحافظ ولا لا؟ واول عوده للدوري يبقى الزمالك والمصري مع بعض. وعايز اقول لك الزمالك حيرني برضه. يعني والله طبعا حيرني. يعني حيرنا كلنا. حيرني. يعني انا عايز اقول لك على حاجه في الزمالك محيراني جدا. في حز ما الزمالك بيبقى عالي لا تضمن اطلاقا ايه اللي هيعمله الماتش بتاعه. دي حقيقه. بينما النادي الاهلي بتعرفه من مدير الفني وبتعرفه من لاعبيه. هو يعني مثلا مباراة الاهلي وبيراميدز كان الاستثناء او غير المتوقع ان الاهلي بالمدير الفني يعمل حاجة كده. بتبقى انت متوقع فعلا. دي حقيقة. دي حقيقة. الزمالك بقى محير. مدير الفني بدأ يدخل في المود. والوقت اللي دخل فيه المود والناس مهيئه، الاهلي خسر 3 نقط ومش عارف ايه. الزمالك يكسب يتصدر الدوري. على فكره دي عاده الزمالك.
هي دايما الزمالك ما بيستغلش الفرص اللي الاهلي دايما بيديها له. طبعا. دي بلغه الكوره، احنا بنتكلم إن دايما لما الاهلي بيتعادل المباراه والزمالك يجي تاني يوم تلاقيه برضه بيتعادل، غير العكس. الاهلي بيستغل الحته دي جدا، بس مش في كل الاوقات، بس في اغلب مش في كل الاوقات. الاحيان، بس بيستغلها. فطبعا دي ملحوظه على نادي الزمالك، ويمكن لعيبه الزمالك يعني ماتش وادي دجله مركزين ان هم نازل انا اكسب المباراه باقل مجهود. فوجئ بتيم بيلعبوا بفكر جيد بطريقه لعب الشيء كويسه. اللي عايز اقوله لك، الزمالك نازل كسبان الماتش. ما هو دي هي انا دي عايز سكور كام؟ هي دي فعلا، لان انت جمهورك جاي بكثافه. عملت ماتش فاركو وكسبت 1-0 واضاعت اهداف كتير. جاي ماتش دجله الجمهور يحتفل بالفوز والمركز الاول والتصدر الدوري قبل التوقف. فحصل العكس وفوجئنا بالتيم، مع ان حتى البدايه كانت قويه للزمالك. ناصر ماهر بيجيب جول بعد الدقيقه 6. لا وجاياله كل التوقع ده النهارده الدفاع بيقول لك اتفضل غلط جاب جول. فكل التوقع ان الزمالك يحرز هدف واثنين وثلاثه ويحسم المباراه. وكان ممكن يا دكتور، لان في فرصه جت لناصر ماهر والزمالك حتى ما كانش احسن حاجه في المباراه، كان ممكن يسجل هدف تاني وتبقى النتيجه 2-0 خلصت. ولكن استهتار ناصر في هذه الكوره ادت ان النتيجه تفضل 1-0 ويحصل العكس الشوط الثاني. شفنا وادي دجله بيتفوق، لا بيأدي بكوره كبيره ده وادي دجله جدا. كان ممكن يعمل سكور. طبعا ده في كوره في نهايه الماتش الانفراد، في الرعونه بتاعت اللعيب اللي انفرد وحطها من فوق محمد صبحي. بس انا الشيء اللي بشوفه السنه دي، يعني مودرن سبورت لما لعب مع الاهلي وتعادل، كان مودرن ممكن يعمل حاجه برضه. يمكن مودرن غير غزل المحله مع الاهلي. غزل المحله مع الاهلي كان الاهلي راكب الماتش، كانش في فرص يعني. مودرن لا. لا مودرن جاب هدفين وكان عنده فرص خلال يكمل. اللقاء. كان ممكن يكمل فعلا، دي حقيقه. اللعيبه اللي طالعه لك دلوقتي من الدرجه الثانيه، يعني هي غزل المحله طالع باسمه عايز يعمل اي حاجه. وادي دجله اصلا ده فريق محترم طبعا. حتى كان ايام ما كان معاهم الخواجه اليوناني كانوا عاملين شغل كويس. تكيس. عايز اقول حاجه، هو اللاعبين الزمالك جاب 11 لاعب ولا 12؟ 11 لاعب. هل الزمالك جاب ال 11 لاعب الافضل ولا ال 11 لاعب زي احنا كده في التنسيق في الثانويه العامه على قد مجموعي دخلت الكليه؟ كانش في ايامنا بقى كليات خاصه بتخش بدراعك، فكان كده ما كانش فيه. كان على ايامنا لو تفتكر لا تخش هنا لا تروح بيروت او الخرطوم، كانش عندنا الاوبشن ده كمان عندهم دلوقتي كمان البكالوريا، يعني بص اوبشنات جامده جدا ورانا. عايز اقول، هل الزمالك جاب الافضل طبقا لامكاناته ولا جاب بالفعل لعيبه كويسه؟ لا، هو الزمالك ما جابش لعيبه سوبر، هو جاب لعيبه. انا ماليش دعوه بالاسماء لان مش بالضروره تجيب اسماء. لا، هم لعيبه جيده بس لسه ما شفناش المستوى اللي انت جاي على اسم نادي الزمالك. بتقل الزمالك اللعيبه؟ طبعا. لا مش بتقل الزمالك، لان احنا المردود بتاعهم يا دكتور ما يقولش ان النهارده بتقل الزمالك، لان سابوا الدور الاول ما لعبوش لسه 3-4 ماتشات بشكل يعني كبير زي عدي الدباغ. يعني هو مهاجم في المنتخب الفلسطيني وهداف من اللعيبه القويه جدا وهيجي مع الوقت. انا متفائل بيه. خوان الفينا البرازيلي لعيب مهاري، لعيب متحرك، ولكن لمسه احيانا بتروح منه لما اللياقه البدنيه بتنزل شويه. ايه رايك في المدير الفني للزمالك؟ برضو ليه وعليه يا دكتور. يعني في البدايه احنا قلنا ان هو في المباريات الوديه ما كانش احسن حاجه، ولكن قلنا المباريات الرسميه هي المردود. فوجئنا باول مباراه مع سيراميكا بيكسب ب 2-0 حتى لو في اخر 10 دقائق. اللقاء اللي بعديه مستوى اتغير خالص مع المقاولين وتعادل الزمالك. فطبعا اكيد لازم يبقى في انتقاد، لان انت كسبان الماتش الاولاني وبتلاعب المقاولين الماتش الثاني، فالمكسب كان ممكن يجي من كم الفرص اللي جات لك. بعد كده قدر الزمالك يكسب مودرن سبورت ويتفوق 2-1. بعد كده قدر يكسب فاركو. ولكن مباراه وادي دجله دي اللي غيرت كل المعايير وكل التقييمات للمدير الفني. بعد ما كانت الناس بتقول ان هو من مباراه الكيرف بتاعه بيعلى، لا شفنا في ماتش وادي دجله تغيير في طريقه اللعب داخل ارضيه الملعب. بعض اللاعبين كانوا بعاد زي احمد حمدي ويتنزلوا في لقاء زي ده. سيف فاروق جعفر برضو ما كانش احسن حاجه في الحته دي. فانت النهارده عملت تشكيل وعملت تغييرات ما قدرتش تاخد المباراه لصالحك. فطبعا
لازم توجه ليه الانتقادات. هيبقى اختبار ليه يا دكتور كبير أول ماتش المصري بعد العودة في الدوري، وهيبقى ده زي ريبيرو على فكرة. لو خسر ماتش المصري هيمشي، هيحصل على طول ريبيرو، لان ريبيرو كان ماتش بيراميدز هو اخر تقييم. لا ده ريبيرو كمان حظ اولا هو الاهلي بقاله 2 مدربين ورا بعض. هو النادي الاهلي بقاله فتره، ومش النادي الاهلي بس، جميع المدربين الاجانب تاني سنه عندهم غير اول سنه. يعني المدرب بتاع بيراميدز اول سنه مش تاني سنه. الاهلي كولر معاه اول سنه غير تاني سنه، كان متفوق قوي. جوزيه اللي كان بيدرب الزمالك ومشي ورجع اول سنه غير تاني سنه. انت ما تعرفش ايه اللي بيجرى للمدربين. هل احنا بدل لما ناخد من خبراتهم احنا اللي بنديهم من خبراتنا؟ انا مش عارف. ممكن. والله ما عارف. ممكن. وبعدين النهارده تلاقي مدير فني يطلع يقول لك على سيف الجزيري طول ما انا موجود مش هيلعب. ما ينفعش تعليق. يطلع المدرب بتاع الاهلي اللي مشي احمد عبد القادر طول ما انا موجود مش هيلعب. ايه يا عم؟ هو كل مدرب ليه عندنا ليه ضحايا لاعبين كده. عماد النحاس وعوده مره اخرى حتى لو كانت مؤقته للنادي الاهلي. اذا كنا قلنا ان المدير الفني لم يكن على مستوى لاعبين النادي الاهلي، فالان عماد النحاس له تجربه وعارف اللاعبين ونجح فيها تجربه ونجح وخد دوري 6 مباريات، خد 18 خد النقاط كلها فعلا. ومعاه دلوقتي جهاز فني وليد صلاح، مدير كوره خبره ومدير لا وفي ميزه كمان محبوب. اللعيبه مش هتتفالين عليه. لا خالص، هو نجم كبير. نجم كبير. وانت عارف كل كورته قد اي حد فيهم دلوقتي مع احترامي لكل الموجودين. والخطيب اداله تيشيرت واداله في يوم يعني طبعًا. وده وليد صلاح طبعًا. حاجه كده يعني. فانت عارف طبعا وانت ادرى ان النجوم لازم لهم نجم. لا وليد نجم النجوم، ما فيش حد فيهم قده. لا خالص، ما فيش حد فيهم قده. ما حدش في كورته ولا مهارته. لا 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 لا, لا ما حدش قد وليد خالص. اجيب اهداف اعجازيه. وليد لو في الثمن ده اللي بياخده فيه 200 مليون. الهدف في الرجاء المغربي لما رقص الفرقه كلها. شفت خد الفرقه وعمل النهارده احنا عندنا لاعيبه 250 مليون ولاعيبه ب 200 مليون فعلا. تخيل انا قعدت افكر كده، لاعب ب 250 مليون ايه يا عم؟ ولاعب ب 200 مليون ولاعب. على فكره انت فاكر لما رضا اتنقل، رضا عبد العال خد 600,000 600,000. انا سجلت معاه ورضا ما خدش الفلوس كمان، خدهم عربيه وخدهم خد حاجه شقه وعربيه. أنا رضا لما اتعمل انا سجلت مع رضا بعدها ب10 دقائق او ربع ساعه، لان انا كنت موجود في الموقف، لان تربطني برضا صله وطيده. الدنيا قامت وقعدت واتعمل. النهارده يا فندم ده انت بيتخصم من اللاعب اللي طرده من المباراه قد فلوس رضا اللي خدها مرتين 3. طبعا. تمام. طبعا. طيب ال 250 مليون، طب انا عايز اقول هناك لاعب ممكن يبقى المدير الفني بتاعه مش كويس، لما نفس اللاعب يبقى في المنتخب مش كويس، يبقى زي ما قالت ام كلثوم العيب فيكم يا في حبايبكم اما الحب يروح عليك. فهو طبعا. لما انا يبقى 2 مدربين وانت مش كويس، هل بتبقى مرحله ولا بتبقى ازاي؟ هل نفسيا هل ازاي؟ طبعا رقم 1 النفسيه، لان طبعا احنا كمدربين كوره بنشتغل على العامل النفسي مع لعيب الكوره. لازم تهيئ للعيب الكوره المناخ اللي يقدر ينزل يأدي في الملعب بشكل تاخد منه 100% من قوته. لو هو ما اداش وانت موفر له كل حاجه، ده موضوع تاني، يبقى الخطأ من عند اللاعب. يبقى هنا في حاجه مأثره في مستواك، يبقى في عدم انتظامك في التدريبات بشكل كويس، عدم ادائك بالجديه المتوفره خلال التدريب. لا انت بتسهر ما بتنامش بدري، لا انت طريقه اكلك، طريقه سيستم حياتك هو اللي ادى لانخفاض المستوى. كابتن الفلوس اللي بزياده بتاثر على اللاعبين؟ اكيد طبعا، اكيد. على الرغم ان انت ممكن تكون احترفت وممكن تكون لعبت. انا ليا راي غريب شويه. رمضان صبحي من ساعه ما راح بالملايين بتاعه بيراميدز ما اعرفش، مش هو ده رمضان اللي كان في النادي الاهلي. ده رمضان ده ايه كمان؟ ده رمضان ده لاعب جامد جدا. حتى فترات غيابه عن الملعب بقت كتير، اصاباته كتير، ما بقاش متواجد مع بيراميدز زي ما كان
في النادي الاهلي كان بيلعب كل المباريات وبيكمل 90 دقيقه وكان من افضل اللاعبين. في بيراميدز بدا كويس، مستواه بينخفض، يرجع يبقى كويس، يتصاب، يرجع يتصاب. فطبعا علامات استفهام كتيره يا دكتور على رمضان. الفلوس الزياده، هل اللعيب يعني احنا مثلا بنلاقي، لا طبعا انا مش عايز اقارن بكريستيانو وبميسي، لا ده موضوع مختلف، ده موضوع وبالبشر مختلف دي ليه؟ ده موضوع دول مختلف. كاتيجوري تاني ومنطقه طبعا تانية. طبعا. احنا هنتكلم على المحترفين شمال افريقيا. اللاعب في شمال افريقيا، ولاحظ كمان ان الدوريات عندهم فلوسهم غيرنا طبعا، عشان كده قال جدا اقل خالص. وهو ما بيفضلش يروح الا نهايه خدمه. فعلا دي حقيقه. يعني هو ما بيفضلش يروح الا نهايه خدمه. دي حقيقه. النهارده لما يبقى لاعب جامد وفيه كل المواصفات، وبعدين اذا كسرت مشاكل اللاعب بره الملعب بتيجي جوه. بص هي يا دكتور فكر، وكل واحد يعني زي ما اللعيب بيقول لك انا ده محترف بشكل 100%، بيطلب بيعمل المطلوب منه، بيأدي المطلوب منه، ملتزم في حياته كده. انما اللعيب اللي تلاقيه ماشي كويس وفجأة يحصل دروب في المستوى او الكيرف بتاعه يقل، ومش ماتش واحد، ممكن ماتش واحد استثناء، لان مفيش حد بيبقى كويس على طول. مفيش حد في ماتش هتقع فيه، ماتشين مقبول، انما 3 4 5 6 ماتشات لا، يبقى انت كده في حاجه اتعملت في حياتك في السيستم اللي انت كنت ماشي عليه صح، ادى لانخفاض مستواك بالطريقه دي. على سبيل المثال انا بتكلم على تريزيجيه تحديدا. تريزيجيه من اللعيبه الممتازين وانا بحبهم جدا، ورجح كافه منتخبنا كتير في فترات طويله، وكان من احسن اللاعبين في الفتره ما قبل الانضمام للنادي الاهلي. منذ عودته للنادي الاهلي مش هو ده تريزيجيه اللي احنا شفناه لما كان محترف بره، حتى في الدوريات العربيه لغايه التركي. دي حقيقه. لما جه هو عايز يعمل كل حاجه، والكره مش خدماه بلغه الكره زي ما بنقول، ومش ماشيه معاه، وهو بيحاول يرجع لمستواه مش قادر. مش عايز اقول هو غير في سيستم حياته، لان تريزيجيه احنا عارفين التزامه. لا ده غير كده، ده هو وهو في مصر حاجة من اكثر اللاعبين التزاما. ده التزام جدا جدا، ولا تجده ابدا يسهر، ولا تجده وليه اصحاب معينين. لا تريزيجيه لاعب، ما اقول لك ده نموذج مختلف. تريزيجيه انا اعرفه من ايام ما كان بدر رجب بيدربه في النادي الاهلي. لا هو لعيب مميز، اعرفه وهو لسه طالع، طول عمره ملتزم جدا. طب ايه اللي ممكن يخلي لاعب غير الالتزام؟ الباد داي، مش باد داي، ده باد ويك، باد مانس، انا خايف يبقى باد يير. فهي كده ممكن السنه تكمل معاه كده. لا تريزيجيه هتفرج عليه يا دكتور خالد بعد عوده الدوري، بعد التوقف ده مع النادي الاهلي، هيبقى مختلف خالص. احيانا طريقه لعب المدرب او النجوم اللي في الملعب اللي بيزاملوا تريزيجيه ممكن ما بيأدوش بالطريقه اللي تخلي تريزيجيه ينجح ويجيب مستوى تريزيجيه. احنا النهارده لما بنشوف زيزو وبن شرقي وتريزيجيه اللي الثلاثه مع بعض، الثلاثه نجوم واسمائهم كبيره وكورتهم حلوه، وكل كثره النجوم ساعات بتبقى مردودها سلبي فعلا. دي حقيقه، وده اللي حصل مع النادي الاهلي. انا كلمت حضرتك في الحلقه اللي فاتت يا دكتور لما كنا بنتكلم على الاهلي والصفقات والكلام ده والزمالك والكلام، قلت لك يا دكتور في مصر الجهد بتاع 90 دقيقه هو اللي يحسم اللقاء، وده شفناه. يعني ما فيش حاجه اسمها الاهلي جايب النجوم دي كلها ينزل يكسب 4 5 وهو مش عامل مجهود. لا، المردود في اللاعب المصري هنا مختلف عن الكلام اللي بيتقال على الميديا. احنا بتوع كوره بنقول الجهد والعرق وبذل الجهد والعطاء داخل ارضيه الملعب هو ده اللي بيميز لعيب عن التاني. انا بلعب باسم النادي الاهلي وانا نجم كبير وجايب مبالغ كبيره، الحاجات دي مش هتكسبك الا لما تأدي. كابتن، هو بقى ليه الجرأة على الاهلي والزمالك؟ يعني اجيالكم والاجيال اللي بعديها كانت اللاعبين بتنزل نفسيا قدام الاهلي والزمالك مهزومه، دي حقيقه، الا فيما نظر. ايه اللي خلى اللعيبه في جميع الانديه الان، مش هقول تجرأت، لم يعد هناك اي رهبه ولا خوف؟ ليه؟ لان المواهب قلت، ده رقم واحد. رقم 2 موضوع العمل المادي بقى. النهارده اقدر اجيب لعيبه من اي نادي بالفلوس بتاعت الامكانيات بتاعت النادي واعمل تيم قوي. يعني احنا بنشوف النهارده السيراميكا صعد بقاله 4 5 سنين من الفرق الجيده،
بس معاه فلوس. ما بقول لحضرتك عشان كده البنك الاهلي مودرن سبورت معاه نفس فلوس. الكلام. البنك الاهلي وبعدين الكره في مصر يا دكتور بقت اللعيبه كلها مستوياتها متقاربه، المستويات متقاربه الا بعض المواهب القليله. يعني حتى لو انا بلعب في الاهلي ولا في الزمالك بنافس الفرق الثانيه جوه الملعب، لا المستويات متقاربه. يعني اللي بيفرق مع الاهلي والزمالك يا دكتور الجمهور، مع العلم دلوقتي الجمهور عددهم قليل، بس لا بيعمل حاله في الملعب. يعني الجمهور انا كمان مستغرب الفرق اللي بلا جمهور، اللي هي لم تستغل السنوات العجاف اللي ما فيهاش جمهور وتقدر تعمل. بيراميدز عملها، سيراميكا برضه لما يعني كسب دوري الرابطه. امال لو رجعتوا زي ايامنا واللعب والجماهير مقفول، لا وغير كده كمان الجمهور كان بيتعب. وكان ده احنا كانت في، انت فاكر السير فيرجسون ولا لما احنا زهقناه في كاس العالم؟ ايوه لما قال لهم ايه ده احنا بسببنا اتغير لنا مدرب ايرلندا قال لهم انتوا زهقتوني. كان زمان بيحصل كده مع الاهلي والزمالك فعلا. ما اتعملتش السنه دي الا في غزل المحله مع الاهلي بس انما كل اللقاءات كانت مفتوحه. ده بيلعب عليك. ويمكن ماتش الزمالك والمقاولين برضو كان الزمالك بيهاجم المقاولين مدافع برضو. فانت النهارده عايز اقول حاجه، نادي زي الاسماعيلي، يعني انا النهارده انا قريت قبل ما اجي نادي الاسماعيلي اللعيبه بتاعته ما راحتش الخميس التمرين. ليه؟ ما خدوش فلوس، ما خدوش لغايه ل 12.5%، ما خدوش مقدم العقود، ما خدوش وكل اللي هياخدوه 4 مليون جنيه يعني كلهم. انا ليا هنا سؤال بوجهه ليك وللسيد نصر ابو الحسن. لم تكتمل ليك جمعيه عموميه، لم يوافقوا على الميزانيه، لم تفعل للفريق، انت راجل محترم، ما هو الداعي لجلوسك الى الان على نادي؟ طب ما ممكن لا ننكر حبك للنادي، ولكن من الحب ما قتل. انت شايف لا انا زعلان يا دكتور خالد والله. الاسماعيلي ده انا ما بشوفش كوره حلوه من بعد الاسماعيلي. واحنا بقالنا في الموضوع ده اكتر من 5-6 سنين. لا ده لسه كمان. ايام رحمه الله عليه الكابتن ايهاب جلال برضو كان بيعاني، كابتن حمزه جمل لما كان شغال معاه وعمل برضو مشي. وبعدين ده العجوز عجز بجد. والله احمد العجوز عجز، لان النادي ده لا نادي كبير جداً. نادي كبير ونادي جماهيري ونادي كلنا بنحبه وبنحب كورته. يعني احنا اللي كان نروح نلعب في الاسماعيلي لو خدت بونت تبقى انت 10-10 وانت اهلي وزمالك. فدلوقتي لا، ده الفرق كلها بقت تطمع في الاسماعيلي، واخرتهم اخر ماتش مع غزل المحله يا دكتور يخسر 3-0 في الاسماعيليه. فانت النهارده لا ده في مشكله كبيره. لو انت كرئيس نادي مش هتعرف تجيب موارد للنادي، شكرا، ممكن تعتذر ويجي حد يقود النادي ويقدر يستثمر ويجيب ايرادات للنادي وموارد للنادي عشان تقدر تجيب لعيبه تنافس باسم نادي الاسماعيلي. لان يا دكتور لو انا فضلت على كده نادي الاسماعيلي كل سنه، الاسماعيلي ممكن يهبط السنه دي. هو كان هيهبط السنه اللي فاتت واستثنوه. كان هيهبط الموسم دوت. لو الاسماعيلي ما لحقش نفسه من الدور الاولاني هيتعثر وهيتعب جدا، وممكن ما يلحقش يلم نفسه وينزل للدرجه الادنى. نفس الحاله يا دكتور الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري السنه دي بعد الاستاذ محمد مصلحي ما مشي، برضو مع احترامي لرئيس النادي حاليا، لا الاستاذ محمد مصلحي كان عامل حاله جوه نادي الاتحاد، والراجل بيصرف من فلوسه الشخصيه على النادي لانه عاشق للاتحاد السكندري. فالاتحاد والاسماعيلي في اخر الجدول هما الاثنين ب3 نقاط، هما الاثنين في 5 مباريات يا دكتور. انا مش عايز اكون ظالم، عايز اكون فير. هل المطلوب من مجلس الاداره انه يبقى غني عشان يدفع؟ مش مطلوب، بس لازم يبقى لكن واجب الوقت بيقول هو ده اللي هينجد. هو ده الحال اللي موجود في الكره المصريه. يعني طب انا النهارده مش هقدر اجيب. انا مستغرب نادي الاتحاد ليه؟ انا راجل بتاع قانون رياضه بتاع رعايه رياضيه. نادي الاتحاد السكندري غير نادي الاسماعيلي. نادي الاتحاد عنده مقومات كتيره جدا يقدر يجيب بيها فلوس إذا تم استغلالها. نادي الإسماعيلي عنده مقومات ولكن ليست، لأن اسكندرية مش بورسعيد.
المساحه بتاعت اسكندريه وكبر غير اسكندريه الاسماعيليه. غير الاسماعيليه دي حاجه رائعه كده جميله. طيب النهارده المفترض ان عندهم جمعيه عموميه غير عاديه لسحب الثقه. انا برضو بلوم الجمعيه العموميه بتاعت الاسماعيلي، لان انتوا كانت في لم تكتمل الجمعيه العموميه واضطر النادي يقعد، انتوا رفضتوا بس الميزانيه، فالميزانيه هتروح الجهاز المركزي وانتم هتعيدوا وتشوفوا تاني. طب النهارده لماذا لا يتقدم للانتخابات الانديه الان رجال اعمال؟ ده مهم جدا، والنقطه دي جوهريه جدا، ويمكن احنا برضو كنا بنفكر يا دكتور ليه الانديه الشعبيه ما تراهاش الانديه اللي في الدوري الممتاز؟ كل نادي يعني زي بيراميدز مثلا بامكانياته الكبيره ده يبقى هو الراعي النادي الاسماعيلي ويساعده في شراء اللاعبين اللي توقف الاسماعيلي على رجليه. نفس الكلام بالنسبه يعني للبنك. هيساعدوا ينافسوا مش مقتنع. لا مش ينافسوا، انا ما اقصدش ينافسوا. يعني النهارده لما سيراميكا بيعمل فريق في الدوري المحترفين ويستعين بيه عنده فممكن نعمل الكلام ده في الدوري الممتاز طالما انت مش عارف توفر موارد للانديه الشعبيه اللي هي مهدده بالهبوط. النهارده لو انا المصري ما عندوش مردود كويس من الاستاذ كامل ابو علي كان هيبقى حاله حال الاتحاد والاسماعيلي طبيعي. الاهلي والزمالك بشعبيتهم الكبيره لو ما عندهمش المردود بتاع الامكانيات اللي هم فيها وبيعرفوا يوفروا امكانيات هيبقى برضو مصيرهم مصير الانديه الشعبيه. انا اقصد ايه يا دكتور؟ الدوري ما بقاش ليه طعم من غير الانديه الشعبيه. لما كنا حضرتك عارف ايام جيلنا وجيل حضرتك ال 12 ولا ال 14 نادي اللي بيلعبوا كلهم انديه جماهيريه. ده انت لما ما كانش في نادي غير جه على المقاولين ايامنا العرب. المقاولين لسه هقول لك لما جه على ايامنا المقاولين بقينا مستغربين وبقينا مستغربين ان في فريق مالوش جمهور. انت دلوقتي بتستغرب الفريق اللي ليه جمهور فعلا، وفريق شركه كنا بنقول عليه فريق شركه لسه شركه مقاولين العرب بس لا ده هو بعد كده بقى حاجه كبيره نادي المقاولين في الوقت نادي ده. المقاولين. طب انا عايز اقول لك كمان على حاجه، نادي المقاولين العرب تاثر بفتره من الفترات لما جه رئيس لمجلس اداره شركه مش بتاع كوره. دي حقيقه. النهارده مشكله انديه الشركات بلغتنا احنا بتوع كوره لو مش كوير وبتاع كوره. كان محمد فهيم ريان رحمه الله عليه في الطيران كانت الطيران وانديه الشركات، محمد بصادق في شريان الدخان اسمه ايه اللي هو بتاع نادي الالومنيوم كان اللي بقى وزير صناعه بعد كده. عايز اقول النهارده محمد ابو العينين رئيس شركه اللي هو نادي سيراميكا ده بتاع كوره. اشرف نصار بتاع البنك الاهلي ومحمد الاتربي بتاع رئيس البنك وبنك ماركت بيعرفوا كوره وبيحبوا الكوره ومشجعين كبار. ما زالوا طبعا هي غير انها الكوره والحاجات دي خد بالك والضرايب وبتتخصم من الضرايب والدعايه يعني حاجات كده. فالنهارده انت ممكن يجي لك واحد من مؤسسه عايز افكرك مهندس سامح فهمي وهادي فهمي لما كان وزير بترول كان البترول عامل ازاي؟ فعلا كانوا اقوى من كده، كانوا اقوى من الحاله اللي دلوقتي. اتفقت انه كان عندك ايه؟ بتروجيت وانبي وبترول اسيوط. وانبي كان بينافس على طول في الدوري وفي الكاس. انبي ما خلص في مباراه سيد عبد النعيم اللي كان بومفرير ساعتها مدرب الاهلي والدوري خد الزمالك. انا اللي انا عايز اقوله مش عارف والله، انا احسب يعني انا قريت القانون الجديد بس مش عارف ممكن تعمل ايه الدوله للانديه دي. لازم يبقى في موارد، ولا هي سايبه يعني لازم تدعم الدوله، لازم تدعم وتعمل ميزانيه خاصه للفرق الشعبيه، لان الفرق الشعبيه دي هي المتنفس لجمهورها يا دكتور. النهارده لما جماهير الاسماعيلي بتحضر في استاد الاسماعيليه وفرقتها بتكسب بيبقى كل واحد مروح بيته مبسوط سعيد. نفس الكلام للمصري، نفس الكلام الاتحاد السكندري. الاهلي والزمالك دوت على جنب حاجه ثانيه، انما بكلمك على الانديه دي لما بيروح زي غزل المحله. غزل المحله اللي عاجبني في غزل المحله انها حتى على قد الامكانيات اللي مش كبيره بتاعتهم، انما مع الكابتن علاء عبد العال عاملين حاله السنه دي فرقه ما دخلش فيها ولا جول لحد النهارده. طبعا هي الاسبوع الخامس طبعا هي بتلعب لعب غريب شويه يعني قدر يتعادل 4 ويكسب. بس يداويني بالتي كانت هي الدعوه. انا مالي انا النهارده انا كسبت خلاص. انت عارف بلديه المحله الثاني من تحت ولا الثالث من تحت في دوري المحترفين طبعا. فممكن ينزل الدرجه الادنى، ده ينزل الثالثه الممتاز به، ينزل الممتاز بيه. ما انا اصل انا تسميه المحترفين، لا المحترفين ده الدرجه الثانيه ايوه اللي بعديه الدرجه الثالثه اللي بعديه الرابعه.
هتقعدوا تقولوا لي ممتاز محترفين. به. الدرجه الثالثه اسمها ممتاز به، انا مالي، والدرجه الرابعه هي اسمها الثالثه. ايوه. هتقعد تقول لي الثانيه اصل انا زعلان عشان نادي مش عارف ايه، ده الترسانه الرابع من تحت بعد برضه 3 نفس الكلام. بعد 12 نقطه. وشوف الترسانه يا دكتور في يوم من الايام كان ليها جمهور ونجومها كبيره، فالواحد بيزعل ان الانديه دي بتخلص. يا عم فين الاولمبي ده؟ راح في غيابات الجب. فين الاولمبي؟ المنصوره يعني كل الفرق ده دي. المنصوره دي في وقت من الاوقات كان عندها 4-5 منتخب، فاكر انت منتخب شوقي غريب؟ طبعا اللي بعدين راحوا بعد كده الاهلي طبعا، وعبد الظاهر السقا منين؟ رد الشوق وابو المجد. في دقيقه تحب تختم تقول ايه؟ انا اتمنى في الكره المصريه ان لازم نظره للانديه الشعبيه عشان تقدر تقف على رجليها زي الاسماعيلي تحديدا. لازم نبص له بعين ان ده تاريخ كبير وتاريخ الكره المصريه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هرجع وبهني الكابتن حسام حسن على الفوز النهارده وتصدروا تصفيات كاس العالم لمجموعتنا، وان شاء الله يفرحنا يوم الثلاث بانجاز كبير ان شاء الله، ويسعد لكاس العالم ان شاء الله. انت نورتني، ده انا الشرف ليا يا دكتور. وبرضه باكد يا جماعه الانديه الشعبيه انتوا عاملين زي ما قال احمد نطر، وضعوني في اناء وقالوا لي تاقلم. يا جماعه الانديه الشعبيه لازم سبورت ومساعده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.